تعالوا بقى النهاردة هنخلل شوية بسارية، حاجة كده تستاهل بقكم، حاجة كده زبدة مربى يا معلمي، حاجة كده قمر. وكمان ايه، هنخلي ملحها مظبوط بالشعرة. جبت لكم بقى الطريقة النهاردة من الفسخاني نفسه كمان. هنعملها زي ما انتم شايفين كده، احلى من الملوحة واحلى من الفسيخ، حاجة كده زي ما بنقول فسيخ الغلابة. وكمان ايه، سعره حاجة لا تذكر بالنسبة للارقام اللي بنسمعها دي. وفري بقى على نفسك واعمليها في البيت، متوفرة في السوق ومالية الدنيا، واسعارها حلوة جدا. هم 4 ايام وهتكون متخلله معاكي وتحفه. وانا عزه بسيوني، اتمنى منكم لو اول مره تشوفوني تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو، واعملوا شير للوصفه عشان توصل لاكبر عدد من الناس. تعالوا كده مبدئيا، اول حاجه هنعملها هنشتري البسارية، وسعرها 25 جنيه، متوفره في كل مكان، من 25 ل 30 على حسب المكان. هتجيبيها تكون العين بتاعتها محمرة كده، الجزء اللي من عند الراس محمر كده، بتبقى طازة، بتلمع كده فيها لمعة، الحمار ده واللمعان ده دليل ان هي طازة. تمام. احسن طريقة عشان تغسليها لانها حساسة جدا وناعمة، اقل لمس فيها ممكن يعجنها في بعضها، ان انت تجيبي مصفى وتجيبي طبق اكبر من حجم المصفى وتحطيها وتعملي بنفس الطريقة اللي انا بعمل بيها دي، لغاية ما المية تنزل معاكي زي القشطة، تفضلي تغيري المية عليها تحت مية جارية كده، كل ما المية تتوسخ تغيريها وتحطي مية نظيفة، وبنفس الطريقة اللي انا بغسل بيها دي هتغسلي بيها لغاية ما المية تبقى معاكي زي الفل. الموضوع سهل جدا وبسيط، ويمكن اسهل حاجة فيها غسلها، وهي كلها على بعضها دقايق هتعمليها، دقايق بس، كلها تركات كده بسيطة جدا، ركزي فيها وان شاء الله هتظبط معاكي من اول مرة. دي كانت بالنسبة لي تاني مرة، قبل ما اصور معاكم الفيديو ده عملتها، خدت الطريقة من الفسخاني وعملتها مرة، لقيتها ناجحة وحلوة جدا جدا، وفي تركات من اول مرة اتفادتها في تاني مرة. فتابع معايا الفيديو، انا مرضتش اتصور من اول مره اعملها عشان دي اول مره، ما اعرفش نتيجتها عامله ايه، فلازم اجربها واشوف النتيجه الاحسن وايه احسن حاجه، وبعد كده اصور لكم الخلاصه بقى. فهنا بعد ما غسلناها وتاكدنا الميه بقت زي الفل شمعه كده نازله، هروح جايباها وحاطه تحتيها طبق كده، واحطها بيتها ليله كامله في التلاجة، واحط تحتها طبق بنفس الطريقه دي ارفعه علشان هوريكي نازل منها ايه. والميه اللي نزلت دي مش مستحبه تماما، لازم تكون متصفيه من كل الميه، لان الميه دي لو فضلت هتعمل ريحه وحشه وتعمل عفنه. تمام. هجيب بقى بعد كده الملح الخشن، ودي احسن حاجه لتخليل الفسيخ البسارية، لانها ما بتملحوش قوي. هنحط لكل كيلو معلقتين هرميين، معلقتين من معلق الاكل كده، معلقتين كبار مليانين، ومعلقه شطه، وممكن تزودي شطه عن كده كمان او تقللي، دي راجعه عليكي، حابه تحطي بابريكا براحتك، بس انا اكتفيت بالشطه، وحطيت ربع معلقه كركم. تمام. هعمل الخلطة دي اللي هبتدي بيها أحدق بيها البسارية. طبعا الملح كان فيه كتل كده من الملح، بقيت أفككها زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى صينية، ودي أحسن طريقة عشان تملحي بيها البسارية، تجيبي حاجة واسعة كده وتبتدي ترشرشي عليها الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، ترشرشي وتقلبي، تتأكدي ان البسارية اتغلفت كده بالملح والشطة، احسن من ان انت تحطي الملح طبقه طبقه كده، تبقى ضامنه ان البسارية اتخللت كلها. تمام. ونزلت بقى بنص الكميه على مرتين عشان دول 2 كيلو. عايزه اقول لك في ناس كتير قوي تقول لك حطي لكل كيلو 3 معالق من الملح. الثلاث معالق لو انت عامله كميه كبيره، لما بتقعد الملح فيها 3 معالق بيبقوا مظبوطين، بس لو انت عامله كيلو واحد، نفترض بقى عامله 2 كيلو، فكل ما بتقعد، انا لما عملت المره الاولانيه حطيت 3 معالق لكل كيلو، كنت عامله كيلو واحد بس. اول ما بدات فتحت عليها وكلت منها، كانت زي الفل، كانت حلوه جدا. اول ما قعدت شويه لقيتها ملحت قوي، لانها الملح بياخد ويدي فيها. تمام. فلقيت المعلقتين طلعوا نتيجة احلى بكتير، فانت كل كيلو حطي معلقتين ملح خشن، هيديكي نتيجة حلوة جدا. بعد ما غلفت كل البسارية بالخلطة اللي عملتها، هجيب علبة، وهنا حاولي تجيبي البوز بتاعها من فوق يكون ضيق شوية، علشان لازم نغطيها بالزيت عشان ما تستخدميش كمية زيت كبيرة. فانا جبت هنا برطمان، يعني برطمان طويل كده، والفتحة بتاعته من فوق مش ضيقة، بياخد الكمية، ياخد ال2 كيلو كاملين. وفي نفس الوقت يعني لما احب احط طبقة زيت هحط طبقة معقولة. وبدأت زي ما انتم شايفين كده، حطيت كيس بلاستيك من تحت علشان خاطر الكركم والشطة والزيوت اللي حطيتها ما تغيرش شكل العلبة في الاخر، يعني اللي هيتغير هو يبقى الكيس بس. وجبت هنا وحطيت، وشوية الشطة سبت شوية من الخلطة، وحطيت كام ورقة لورا
عشان تحافظ عليها وتديها ريحة حلوة. يعني ورقتين 3 كسرتهم كده وبدأت احطهم. هتبتدي كده تحطي وبين يعني حطيت كده زي ما انتوا شايفين في النص شوية ملح بشطة، وطبقة الوش كده لازم تغطيها بالشطة بالملح. لازم الطبقة تبقى السمك مش معرض كده للهواء، لا احنا كده هنحط طبقة الشطة زي ما انتوا شايفين. الفيديو شارح نفسه اكتر من انا اتكلم، كمان كل حاجة واضحة. هتبتدي بعد ما تغلفيها كده وتخلصي وتحطي طبقة الشطة، تروحي حاطة شوية زيت. انا حطيت هنا تقريبا هوريكم بالظبط يعني نقول فنجان من الزيت، ما كترتش، الزيت غالي بصراحة فكفاية. ممكن تحطي اكتر من كده لو الزيت متوفر عندك، انما احنا هنا في مصر الزيت بقت عملة نادرة، هنا الزيت مقرب لسعر المخدرات، فهم كفايه قوي كده. هغلفها كويس قوي وبرمت الكيس كده وحطيت كيس تاني بحيث ما يتعرضش يدخلها ولا الهوا، مفيش نقطه هوا تخش لها عشان ما يخشهاش اي بكتيريا. طبعا هتحطيها في البرطمان هنا 4 ايام بالظبط، افتحي عليها 4 ايام وهتاكليها. تمام. بس لو انت هتحطيها بقى في الضلفة، يا ريت بقى حضرتك تحطي لها كيس كده وتحطي تحتيها قماشة، بحيث لو نزلت اي حاجة تنزل على القماشة او تنزل في قلب الكيس ما تبهدلش الدنيا. وبعد 4 ايام فتحت عليها وكانت زبدة ملحها رائع ممتازة، عايزة اقولك تحفة جدا. بصي، ومفيش حاجة معجونة، وهطلعها قدامك واوريكي كل واحدة مفصولة عن التانية. تمام. جبت بقى هنا، عايزه اقول لك صح ملحوظه مهمه جدا، اتمنى منك بس لو انت لسه موجوده معايا تحط لايك للفيديو وتكملي معايا الفيديو للنهايه عشان التركات تبقي عارفاها، لو هتعمليها تعمليها مظبوط ازاي. انت دلوقتي خلصتي 4 ايام، ما تسيبهاش بره يعني ما تقوليش مثلا هخليها بره تقعد معايا شهر 2 الكلام ده كله، لا. رغم ان احنا في البرد وكل حاجه، بس خدت 4 ايام 5 ايام بالكتير خالص، اسبوع ما تزوديش عن كده. تعبيها في علب وتحطيها على رف التلاجة زي ما انا عملت كده بالظبط. يعني حبيتها 3 علب، علبة اكلها انا والحبايب، علبة هدي بيها حد يعني كده. وبدأت احط كده كل علبة اغلفها احط معلقتين 2 بس زيت، ولما اجي اكلها او نيجي ناكلها مع بعض نبتدي نحط عليها شوية زيت زي ما انا عملت كده في الطبق. لما جيت اكل منها واجربها حطيت رشة زيت، ومعاكي بقى ليمونة. وبص هوريها لك دلوقتي، هي ما بتتنضفش قبل ما بتعمليها، هوريكي بتتنضف امتى. في ناس بتاكلها كده من غير ما بتنضفها، بس انا طبعا لازم انضفها. عشان تنضفيها الموضوع سهل جدا، هتجيبي الراس تضغطي عليها هتطلع لك بكل حاجه. بس كده عايزه تنضفي وتطلعي الشوك، مع ان شوكتها ناعمه جدا بتدوب كده في البق، بس لو حابه تطلعيها طلعيها بنفس الطريقه دي. الموضوع بقى عايزه اقول لك بقى انا بحب الرنجه، احب الفسيخ. البسارية يعتبر تاني مرة أكلها، أكلتها أول مرة عملتها عجبتني جدا، ففكرت أعملها تاني مرة لما عجبتني بصراحة. وطبعا بقى اعملي وهادي حبايبك، كل انتي وصحابك، يعني قبل رمضان كده تاكلي انتي وحبايبك وصحابك وبألف هنا وشفا. جربي بقى كده بطريقتي، والله تحفة جميلة جدا، ملحها مظبوط، لا تعلي بقى عليك الضغط ولا تتعبي منها ولا أي حاجة خالص. كليها وانتي مطمئنة. عايزه تنضفيها بقى بنفس الطريقه. بص انا هنا بقى ما قدرتش بصراحه، فتحت فيها حسيت ان انا قربت تعبت من كتر ما اكلت بصراحه. بصي تحفه، حد يشيلها من قدامي مع الفلفل بقى الحراق، بصل اخضر بقى، وعيش طازه بقى واديله ادي، ما اقولكوش بقى على الجمال. تحفه تحفه، انا ما كنتش قادره ابطل بصراحه. يلا بقى جربيها بطريقتي وادعي لي دعوه حلوه كده. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.